بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الرز بربع كيلو لحمة. هتعملي غدا يكفي يومين. هتعملي كمية كفتة كبيرة جدا. تعالي نشوف مع بعض الخطوات وهنشوف ازاي هنعملها مع بعض. هنا كوبايتين من دقيق الرز. قدامك خيارين، يا اما تشتريهم جاهزين يا اما من قبل ما تبدأي في الوصفة بيوم هتغسلي كوبايتين من الرز وهتنشفيهم وبعد كده هتطحنيهم كويس. هنضيف عليهم التوابل اللي هي معلقة كبيرة من الكزبرة المطحونة، معلقة من السبع بهارات، نص معلقة من الكاري، كيس من كفتة خلطة الكفتة. كمان هنحط معلقة من الكزبرة، معلقة من الملح، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وممكن معلقتين كمان، يعني ممكن تحطي الكيس كله بتاع البيكنج باودر. تمام. البهارات دي كلها، ونص معلقة من الجنزبيل، ونص معلقة من الفلفل الأسمر. هتقلبيهم مع بعض وهنضيفهم على الدقيق بتاع الرز. في الكبة بقى هنحط 3 حزم حلوين من الكزبرة والبقدونس والشبت. نحط عليهم بصلاية كبيرة، وكمان ضمة راس توم حلوة. شوفي بقى، هنحط على الكلام ده كله اقل من ربع كيلو لحمة اللي انت شايفاهم في الكيس دول. حبايبي اللي معايا في القناة عارفين ان انا بحط في كل كيس حوالي ربع كيلو لحمة ويمكن اقل كمان. زي ما انت شايفة كده حطينا ربع كيلو اللحمة او معلقتين اللحمة على المكونات اللي هي الخضرة، ومعاها البصل والثوم. هنضربهم، وبعد ما يطحنوا كويس جدا هبدأ انزل عليهم بالرز اللي انا طحناه وضيفه عليه البهارات لحد ما الاقي الكبة بتاعتي هتبدأ تتقل. خلاص كده بقى كفاية الكبة علشان ما تتحرقش. ننقل المكونات دي نحطها على الرز ونعجنهم مع بعض عجنة حلوة. اتبعي الخطوات وهتعملي كفتة والله في منتهى الجمال واقتصادية جدا جدا. اهو زي ما انت شايفة كده هقلبها قدامك مع بعضها لحد ما تتجانس تماما مع بعض. مش هضيف عليها اي حاجة خالص تاني. شايفة؟ حاطة جنبي طبق فيه زيت، هبل بس ايديا بالزيت واعجن في الكفتة بتاعتي، وبعد كده من نفس الطبق هدهن ايديا وابدأ اصبع الكفتة بتاعتي. عايزة اعملها كور صغيرة هعملها، عايزة اعملها صوابع صغيرة براحتك خالص. هتصبعي بقى الكمية كلها اللي عندك، وبعد كده تعالي نعمل لها شوية صلصة في منتهى الجمال. البهارات يا بنات انا حطيت عليها بابريكا، لاني نسيت اقولك ان انا حطيت عليها البابريكا. هنا بعد ما صبعت الكمية كلها حطيت منها دفعة كده، واول ما طلعت من الزيت بصراحة رحت فتحاها علشان ادوقها. زي ما انتوا شايفين كده، بصي بالدخان بتاعها في منتهى الجمال، لسه سخنة، جميلة جميلة. عايزة تحطيها للولاد في السندوتشات كده الصبح، حلوة جدا. يعني انا وانا بعملها بسم الله ما شاء الله الولاد كانوا قاعدين بياكلوا منها جنبي ويحطوا في عيش وياكلوا. عايزة تكمليها ونعملها غدا زي ما احنا هنعمل كده، تمام قوي. هنا بقى راس توم، بعد ما طحنتها هحطها مع معلقتين من المادة الدهنية وهقلبها، وبعد كده هضيف عليها نص لتر من الطماطم. بصي اول ما تصفر كده هنزل عليها بنص لتر من الطماطم، وهحط عليهم كمان معلقتين من الصلصة. هنا حطيت معلقة من الفلفل الأسمر، وكمان هحط معلقة من السبع بهارات اللي هي بهارات اللحمة، يعني بهارات اللحمة أو السبع بهارات. هتديها طعم حلو قوي. بس خلاص، واول ما تتسبك هنزل عليهم ببطاطسايه كده عشان ازود الكميه بتاعتي. بس والله هي كتير لوحدها اصلا، يعني حتى لو مش عايزه تضيف الطماطم مفيش مشاكل. يعني انتي شايفه الكميه في الطبق، لو عايزه تشيلي نصها ممكن تشيلي نصها، بس انا هعملها كلها وهعملها غدا ليومين وخلاص. هنقلب بقى تقليبه حلوه كده ونخليها مع الصلصه دي تشرب منها شويه الاول، وبعد كده هضيف عليها حوالي لتر من الشوربه.
انتوا عارفين حبايبي ان انا بحط الشوربه في اكياس وبشيلها في الفريزر، فبتبقى جاهزه عندي شوربه لحمه شوربه فراخ زي ما انت شايفه كده. بطلعها احطها بالكيس بتاعها في ميه مغليه تفك وتبقى كانها لسه طازه، وبدل ما اسقي بميه لا هسقي بشوربه، وبتدي طعم حلو جدا والتست بتاعها بيبقى روعه. بعد كده هعمل جنبها شويه رز بشعريه، وهقدمها مع سلطه خضراء وليمون من الليمون بتاعنا المخلل الجميل اللي عملناه مع بعض الاسبوع اللي فات. اكله في منتهى الجمال، حلوه واقتصاديه وسريعه، ومحدش هيصدق ان انت عاملاها بمعلقتين من اللحمه. هتقولي لهم انا عامله لكم لحمه النهارده كفته، يعني محدش هيصدق ان دي ما فيهاش غير معلقتين من اللحمه بس. الولاد عندي كلوها لحد اخر قطعه، في منتهى الجمال والله. اعمليها وباذن الله هتدعي لي، واكتبي لي في الكومنتات لو عملتيها، باذن الله هتعجبك جدا. شايفه منظرها وطعمها كمان حلو جدا. بس خلاص، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.